ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم خلية النحل الاقتصادية جدا، بدون حليب وبدون بيض وبدون سمنة وبدون زبدة، يعني حاجة كده من الآخر، وطرية واسفنجية وفي منتهى الجمال. والحشو بقى حسب اللي موجود عندك في التلاجة. ما تيجي نشوف الطريقة اللي عملنا بيها خلية النحل القمر ديت. عندي كوبايتين من الدقيق اللي هو مقدار 400 جرام، ولازم الدقيق يكون منخول كويس. حطيت عليهم معلقة صغيرة ممسوحة من الملح ونقلبه كويس. بعد ما بقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين هنركنه على جنب ونجيب بولة. هنحط في البولة معلقتين كبار من السكر، وهنحط كمان معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وهحط كمان ربع كوباية مية دافية، ونقلبهم كويس لغاية ما اتأكد خالص ان الخميرة والسكر دابت مع المية. هنا بقى ممكن تستبدلي المية بالحليب اللي انت عايزاه، ممكن تحطي مية دافية زي ما انت عايزة. بس اهم حاجه لو هتحطي حليب او هتحطي ميه لازم تكون دافيه مش هتكون سخنه، لان لو حطيتيها سخنه هتبوظ معاكي مفعول الخميره. بعد ما قلبت كويس الميه مع الخميره مع السكر هنضيف معلقتين كبار من الزيت ومعلقه كبيره من الخل الابيض، ونقلب كويس. طبعا الخل الابيض ما بيبانش خالص طعمه في المعجنات، بس بيدي طراوه وهشاشه للمعجنات بتاعتنا. هنبتدي بقى نضيف السوائل بتاعتنا على كوبايتين من الدقيق، ونشمر ايدينا ست الكل ونعجنها بايدينا. ما بتاخدش 10 دقايق عجن. طبعا كمية السوائل اللي انا حطيتها على الدقيق دي مش هتكفي ان احنا نعجن بيها كوبايتين الدقيق. فعندي هنا بقى جنبنا كوباية مية الا ربع من المية الدافية. هنبتدي نزود المية الدافية شوية بشوية لغاية ما الدقيق ده يختفي خالص، وتبقى العجينة عجينة مطاطية، عجينة ناعمة معانا. لو عندك عجان يا ست الكل استخدمي العجان، ما عندكيش العجان ما تقفيش على اي حاجة. هتعجنيها مش هتاخد 10 دقايق عجن، وتبقى العجينة طرية معاكي، عجينة ناعمة، عجينة مطاطية. يعني بجد يعني ما تقفيش على اي حاجة، هتطلع معاكي النتيجة حلوة ان شاء الله. بعد ما عجناها وبقت العجينة ناعمة معانا وعجينة مطاطية اهي، هنلفها على شكل كورة، وندهن الطبق اللي احنا عجنا فيه شوية زيت صغننين. وبعد كده بننزل بالعجينة في جوه الطبق ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لغاية ما تقلبص كده وحجمها يتضاعف. لغاية بقى ما حجمها يتضاعف وتقلبص كده، تعالوا نشوف الحشو بتاعنا اللي هنحشي بيه ايه من خلية النحل. عندي شوية جبنة موتزاريلا نباتي كانوا موجودين عندي في التلاجة، وانا هنا هعمل خلية النحل دي صيامي، يعني ما فيهاش ولا زبدة ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. وكمان عندي حباية فلفل اخضر قطعتها مكعبات، وعندي شوية زيتون اخضر برضو قطعتهم قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. وعندي جبنة نباتي بطعم الاسطنبولي مكتوب عليها اهي جبنة نباتي، دي من منتجات المحبة. في بقى بنكهات كتير في الجبنة، في بطعم الشيدر، في بطعم الرومي، في بطعم البسطرمة، اللي من اللي انت بتحبيها هتلاقيه عندهم. هي جبنة نباتي بس طعمها حلو جدا بجد يعني. هنقلب بقى الجبنة بتاعتنا كويس جدا مع الفلفل مع الزيتون لغاية ما يندمجوا مع بعض. انا عاوزة اقولك برضو لو عاوزة تستبدلي الحشو ده الجبنة يعني بنوع اي نوع عندك هينفع. عاوزة تستبدليها بقطع الشوكولاتة برضو هتنفع. العجينة بتاعتنا قلبظت وحجمها اتضاعف اهي، نبتدي نلم العجينة على بعض زي ما انتوا شايفين وننزل بيها على الرخامة. بس قبل ما تنزلي بيها على الرخامة ترشي الرخامة بتاعتك شوية دقيق صغننين، وترشي على العجينة بتاعتك شوية دقيق صغننين، وتبتدي تقطعيها بقى على 4 قطع، وكل قطعة تلفيها على شكل كورة، وكل كورة هنقطعها على 4. يعني هنقطع كمية العجين بتاعتنا دي على 16 كورة. في اكتر من كده حاجة اقتصادية وطعمها حلو، وعاملاها في البيت ومتأكدة من نظافتها ومتأكدة من مكوناتها، وحلوة جدا الصبح مع كوباية شاي. الصراحة تحفة، يعني لازم تجربوها. كل كورة اهي قطعتها على 4، ونلفها على شكل كورة صغننة كده ونلفها على الرخامة. هنكون مجهزين اي صينية عندنا رشينا شوية دقيق صغننين، ونحط الكرات دي على الصينية ونغطيهم ونسيبهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة. لازم بعد ما بتقطعي الكرات زي ما انت شايفة كده تغطيهم وتسيبيهم يرتاحوا ربع ساعة، ما بياخدوش وقت خالص. يعني حاجة اقتصادية جدا وطعمها حلو، يعني بجد بجد لازم تجربوها، لان لو ما جربتوهاش هتزعلوا جدا وهتندموا كمان. بعد ربع ساعة وقطعت الكرات وارتاحوا ربع ساعة، بجيب اول كرة اللي انا قطعتها وافردها على الرخامة واحط الحشو بتاعي. وزي ما قلت لكم اي نوع حشو ينفع معاكي، اي نوع جبن موجود عندك في التلاجة ينفع. عاوزة تستبدلي الجبن بقطع الشوكولاتة برضو ينفع، مفيش اي مشكلة. بجيب الصينية مدهونة بمادة دهنية، اي مادة دهنية تدهني بيها الصينية،
وبعد كده بتجيبي الكورة وتفرديها على الرخامة وتحطي الحشو بتاعك وبتقفليها كويس وتلفيها على شكل كورة كده وتحطيها في الصينية. عاوزة اوريكم برضو واحدة تاني بتفرديها كده وبتحطي الحشو بتاعك. انا هنا ما كترتش الحشو لاني مش بحب الحشو كتير جوه خلية النحل، يعني ما بحبش الجبنة تكون كتيرة. وبنقفلها كويس زي ما انت شايفة كده. لازم تقفليها كويس، وليه بنقفلها كويس؟ عشان ما تفتحش معاكي في الصينية. يعني وانت بتقفليها تدوسي عليها كويس، عشان لو فتحت في الصينية هتتلسع معاكي في الصينية من تحت وكمان هتتحرق. فانت لازم تقفليها كويس زي ما انت شايفة كده. وبعد ما بتقفليها بتلفيها على شكل كورة. بروح بقى رصهم في الصينية زي ما انتوا شايفين جنب بعض. وبعد ما برصهم كلهم ال16 كورة، شايفين انا بهرص 16 كورة. كوبايتين دي عملولي 16 كورة. بعد ما برصهم كده بغطيهم واسيبهم في مكان دافي لمدة 30 دقيقة. هنغطيهم بقى ونسيبهم لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة حجمها بيتضاعف زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نجيب زيت الزيتون وندهنها. انا هنا هدهن بزيت الزيتون. انتي عاوزة تدهني بصفار البيضة ادهني، عاوزة تدهني بالحليب ادهني. لو انتي عاملاها حشاها بقطع شوكولاتة، ممكن تقلبي معلقتين كبار من المية مع معلقتين كبار من العسل الاسمر وتدهني بيها وش خلية النحل، بيطلع برضو وشها حلو. زيت الزيتون اللي انا بدهن بيه خلية النحل هيديها وش ذهبي وحلو جدا. لو انا بقى عاملاها مش صيامي ممكن ادهنها بالحليب، ممكن ادهنها بصفار البيض اللي موجود عندي بدهن بيه. بس انا زي ما قلت لكم عاملاها صيامي فدهنتها بزيت الزيتون. هكون مشغله الفرن على درجه حراره 200 واسيبها على الرف الاوسط. بعد ما بتاخد يعني بتحمر من تحت وبتاخد لون من الجناب ذهبي كده، بروح طافيه من تحت ومولعه على الشوايه من فوق. دخلناها فرن بوتاجاز وابتدت تحمر اهي من الجناب، بروح طافيه من تحت واولع الشوايه من فوق. واول ما بتاخد اللون الدهبي القمر ده بروح مطلعاها ومغطياها لمده 10 دقايق باي فوطه مطبخ نضيفه. شايفين؟ طريه واسفنجيه وفي منتهى الجمال. في احلى من كده؟ شايفين طريه جدا واسفنجيه وطالعه نازله معايا اسفنجيه جدا. شايفين؟ بجد بجد لازم تجربوها. طعمها حلو جدا، العجينة هشة وطرية وفي منتهى الجمال. من كوبايتين من الدقيق ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية عملنا أحلى خلية نحل. اقتصادية جدا وهشة، وأحلى حاجة إن طعمها حلو. حلوة جدا مع كوباية شاي وبألف هنا مقدما. وبلاش تحكموا على الحاجة غير لما تجربوها، لأن لما تجربوها تعتمدوها إن شاء الله، لأن الطريقة سهلة. وأي حشو موجود عندك زي ما قلتلك استخدميه عادي، مفيش أي مشكلة. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونوش في اللايك والشير مع أصحابكم. ولو مش مشتركين معايا في القناة اشتركوا ونوروا قناتي. وبألف هنا مقدما.